عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتبر مدير مهرجان قرطاج الدولي كمال الفرجاني أن البرمجة الخاصة بالدورة 57 ترتكز على رؤية فنية واضحة، ولكنها معقدة نوعا ما، بما أنها تحاول الموازنة بين الانتصار للفنان التونسي والجمع بين أجيال فنية متنوعة، نافيا أن تكون ارتجالية مثل ما أشار إليه بعض الملاحظين. وأشار كمال الفرجاني خلال استضافته في برنامج كورنيش على إذاعة موزايك إلى أن لجنة التنظيم الحالية حرصت على أن تكون جميع الاتجاهات الفنية موجودة ضمن برمجة الدورة 57. وقال: حاولنا التوصل إلى معادلة في هذه البرمجة وجعلناها متوازنة من جميع الجوانب. وأضاف: في مهرجان قرطاج الدولي لا مجال للمغامرة، كل الفنانين الذين يتم اختيارهم إما أنهم فنانين قدراء أو أنهم شبان واعدون. وبخصوص تكرر برمجة الفنان اللبناني رغب علامة، اعتبر كمال الفرجاني أن ذلك من مصلحة المهرجان، نظرا إلى أن عرض السوبر ستار اللبناني قادر على تحقيق مداخيل ذاتية كبيرة للمهرجان. وقال: لا أتصور ذلك بالنسبة إلى لطيف العرفاوي. رغب علامة أقوى موسيقيا من لطيف العرفاوي، هذه حقيقة ترتكز على الواقع. وتابع: لطيف العرفاوي فنانة عربية ونجمة لا شك في ذلك، وتقرر برمجتها ضمن الدورة الحالية للمهرجان في إطار الاحتفال بعيد المرأة التونسية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وأشار مدير مهرجان قرطاج إلى أن رغب علامة لم يغير أجرته تقريبا منذ عام 2010، رغم أنه يغني في دول الخليج ب3 أضعاف الأجر الذي يتحصل عليه في تونس. وشدد على أن رغب علامة فنان استثنائي له قاعدة جماهيرية كبيرة، وبإمكانه تحقيق أكبر نسبة بيع تذاكر. وقال: لم يمضي وقتا طويلا على انطلاق عملية بيع التذاكر، وها نحن في الأيام القليلة القادمة سنعلن نفاذ التذاكر. من جهة أخرى، أكد الفرجاني اتصال إدارة المهرجان بكاظم الساهر، واستمرت المفاوضات مع مدير أعماله مدة طويلة، لكنه في نهاية الأمر اعتذر عن الحضور نظرا لكثافة برنامج جولته الفنية. وبالنسبة إلى الفنانة ماجدة الرومي، فإن حضورها في الدورة الحالية لمهرجان قرطاج كان ممكنا لولا انشغالها بأمور عائلية تزامنا مع موعد المهرجان. أما الفنانة جوليا بطرس فإن ظهورها قليل ومدروس، وأتوقع أن يكون الأجر الذي تطلبه لا يستطيع مهرجان قرطاج الدولي على دفعه في الوقت الحالي، لذلك لم يتم التواصل معها من الأساس. وإلى هنا أترككم أصدقائي وأصدقاء القناة في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.